السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين الجمال ده كله كده هنعمله مع بعض. مطلوب مني كده هدية للناس كده، فهنعمله كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول كده، وبسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. ال5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. معانا كده بقى نص معلقة فانيليا. لو دي فانيليا زايلة، لو هي متماسكة بودرة حطي كيس. معانا هنا كده معلقة محسن جل. هنضرب كل ده بالمضرب كده. يلا بقى، عايزاكم تصلوا على النبي وتصلوا على الرسول وتحطوا اشتراكات كتير كتير كتير، وتعملوا لايكات كتير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل يوم حاجة جديدة كده. هنضرب كده الحاجات دي كده مع بعضها. عايزاكم بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة. معانا هنا كده نص كيلو دقيق سبونج بالفانيليا. معانا هنا كده نص كوباية مية، او يعني كوباية الا ربع. هنضرب بقى كل ده ببعضه كده. طبعا مش هنضيف اي حاجة تانية، لان الدقيق السبونج بيبقى عليه كل حاجة ما عدا الفانيليا عشان البيض حطيناه. بنحط بس 5 بيضات، كوباية الا ربع مية. هنضربه بقى كده وارجع لكم بقى تاني. اهو ضرب خالص اهو. كل الحاجات نعمت خالص كده ودابت. بصوا ما شاء الله قوام كريمي خالص اهو. نجيب بقى صينية، هنحط بقى فيها ورق زبدة، ما تكونش مدهونة اي مواد دهنية خالص. هنحط فيها ورقة زبدة كده، بحيث لما نيجي نطلع التورتة يكون إيه مش لازقة من تحت ولا اي حاجة. نسويها كده في الصينية خالص، وبعد كده ننزل بقى بالخليط ده كده نحطه في الصينية. وهنعمل بردك بتاعة الشوكولاتة زيها بالظبط. بردك اقولكم نعمل ازاي. احنا هنا هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180 من تحت، بس عشان على ما تستوي بقى وتاخد لون كده وتبقى جميلة كده، وبعد كده نطلعها. دي تسويتها. هنسوي بقى الخليط ده كده في الصينية. انا برضك هرجع اعملها لكم تاني، نعمل تورته تاني الاسبوع الجاي طبعا في الكريسماس، طبعا في راس السنه. سيكون بقى بشكل تاني وبشكل جديد برضك. اهي بعد ما سويناها خالص اهي. بعد كده هنروح بقى ندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه. ده بقى الخليط الشوكولاته اهو. ممكن تجيبي الدقيق الاسبونج الابيض اللي هو بالفانيليا، تقومي رايحه برضك ضربه وحاطه عليه معلقتين كاكاو، او جيبيه بالشوكولاته جاهز. تمام. وتسويه برضك نفس التسويه. 5 بيضات معاهم رشه فانيليا، نص كوبايه الا ربع ميه، نص كيلو دقيق، سواء فانيليا او شوكولاته زي ما انتوا شايفين اهو. برضك هنروح برضك يعني نخلصه كده ونسويه، وبرجع ارجع لكم برضك تاني اهو بعد ما حطيته في الصينيه. شوفوا ما شاء الله بعد ما تسوى اهو. طبعا كل ده طبعا بنشيل وشها، لان طبعا مش هينفع يعني كده بنسويها. والفانيليا برضك اهي. بنسيبها تبرد خالص. ممكن تعملها الصبح يعني تسويها الصبح وتقطعها بالليل، او تعمليها بالليل وتسويها الصبح لحد ما تبرد خالص، عشان ما تتقطعش منك او حاجه. هنا اهو بنشيل بقى الورق اللي عليها اهو عشان تبقى سهله. ونقشرها بقى، نقشر كل
اللي عليها ده من فوق ومن تحت ومن الجناب ونسويها. زي ما انتوا شايفين كده بسكينة مشنشرة كده والمنشار بتاع التورتة، وتشيلي بقى الزيادات، تشيلي الحمار اللي فيها، تسويها خالص تظبطها معاكي. من الجناب برضك هنسويها، ونسوي برضك الوش بتاعها. اهي هنشيل الوش بتاعها اهو. ممكن برضك تستغلين انت تعملي قب جوليانا، او زي حاجه يعني اي حاجه بيه كده، تحطي بقى عليه كريمه وحاجات كده وبتزوقيه برضك، بيبقى طعمه جميل، ما ترموش او حاجه. اهو هنقطع بقى التورتايه بقى كده. زي ما انتوا شايفينها اهي. وانت طبعا تسويها بقى بالشكل اللي انت عايزاه كده، يعني المقاس اللي انت عايزاه اهو. هنروح بقى كمان نقطع كمان دي كمان اهي، نشيل برضك الزيادة اللي فيها والحمار اللي فيها اهو. تعالوا بقى نعمل الكريم شانتيه. احنا كنا قطعت بقى التانية كمان بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا حطينا 3 كوبايات كريم شانتيه، عليهم 3 كوبايات مية متلجة، بس هننزل واحدة ورا التانية. وكوباية الا ربع سكر، على كل كوباية كريم شانتيه خام حط ربع كوباية سكر، كوباية مية متلجة او لبن متلج. واضربي فيها بقى لحد ما تعمل معاكي كريمة خالص، هتشوفوها برضك في الاخر. والمية ننزل بقى ايه تدريجيا كده، بحيث برضك ممكن تكون الكريمة ما تقبلش معاكي المية كتير. اهي الكريمة بعد ما خلصناها نجيب بقى قاعدة التورتة كده. وهنا حطيت حلة عشان ما كانش عندي القاعدة اللي بتحط عليها القاعدة بتاعة التورتة اللي بتلف دي. نحط بقى حتة الكريمة كده على القاعدة، وننزل بقى بأول طبقة كده، والاسود اللي فوق ده شوكولاتة. هنا بقى هنحط عليها الكريمة كده. لو انت عايزة تحشيها بقى يعني كريمة الشوكولاتة، بتاخدي بقى نصها، تقوم رايحة ايه حاطة عليه شوية كاكاو كده، وبرضك تحشي بيه او تزوقي بيه. ده اول طبقة نحط عليها شوكولاتة كده. نحط عليها الكريمة. لو انت عايزة تحشيها بقى فواكه او مكسرات من جوه احشيها، بس هي يعني انا يعني عملتها بس بالكريم. هنحط بقى تاني طبقة كده اللي هي بطعم الشوكولاتة. هنروح بقى نعملها وارجع لكم تاني، وانا اعتذر بقى ان انا ما كملتش بقية الفيديو معاكم عشان كانت الحتة دي اتمسحت مني. بس شوفوا بقى ما شاء الله، دي النهاية بتاعتها هي جميلة.
ودي كانت الطلبية بتاعت النهاردة كده. عايزة اشوفكم بقى في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.